أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان، المكان اللي بنقف فيه شوية وسط دوشة الحياة علشان نفكر ونفهم ونسأل نفسنا احنا رايحين على فين وليه. وحلقة النهاردة عن موضوع يمكن يكون أغلى من الذهب، بس أغلب الناس بتتغافل عنه. موضوعنا هو الاستثمار في العقل. لما بنسمع كلمة استثمار أول حاجة بتيجي في بالنا الفلوس. ناس بتستثمر في العقارات، ناس في الأسهم، ناس في مشاريع، لكن قليل جدا اللي بيسأل نفسه هل أنا بستثمر في نفسي، في عقلي، في قدرتي على الفهم والتفكير؟ العقل هو أصل الأصول، هو اللي بيخليك تعرف تختار، هو اللي بيخليك تكبر، هو اللي بيبني مستقبلك قبل ما تبنيه بإيدك. بس الغريب إن أغلبنا بيهتم بكل حاجة غير عقله. نصرف على اللبس، على الموبايل الجديد، على المطاعم، لكن لما يجي وقت نشتري كتاب أو كورس أو نخصص وقت للتفكير نقول مش فاضي أو مش ضروري دلوقتي، وكأننا نسينا إن أي نجاح حقيقي بيبدأ من هنا، من العقل. العقل مش مجرد أداة للحساب والمنطق، هو عالم كامل جواك. لو استثمرت فيه صح هيغير حياتك كلها من جذورها. بس خليني أقول سر: الاستثمار في العقل مش معناه إنك تذاكر أكتر ولا إنك تحفظ معلومات. الاستثمار الحقيقي هو إنك تعرف إزاي تفكر، مش تفكر في إيه. العقل زي عضلة، لو سبتها تضعف، ولو دربتها تقوى وتبدع. لكن التدريب هنا مش رياضة جسدية، ده تدريب ذهني وروحي. تدريب إنك تقف شوية تسأل نفسك ليه بصدق الفكرة دي؟ ليه برفض التانية؟ ليه بخاف من التغيير؟ ليه بتضايق لما حد يختلف معايا؟ الأسئلة دي هي الجم الحقيقي للعقل، هي اللي بتفتح لك مساحات جديدة جواك. الناس اللي بتستثمر في عقلها مش شرط تكون أغنى، لكن دايما أهدى وعندها رؤية أوسع، بتعرف تشوف الصورة من فوق مش من زاوية ضيقة، لأن العقل المستثمر فيه بيتعلم يشوف أبعد من اللحظة. يعني مثلا في واحد شاب بسيط جدا محندوش إمكانيات كبيرة، لكن كل يوم كان بيخصص نص ساعة يقرأ أو يسمع بودكاست أو يتفرج على حاجة تعلمه حاجة جديدة، مش علشان الشغل لكن علشان عقل. وبعد سنة واحدة بس اختلف تماما، بقى عنده طريقة تفكير مختلفة، بيحل مشاكله بذكاء، وبقى الناس نفسها تيجي تستشير. هو ده الاستثمار اللي ما بيخسرش. العقل لما بتغذيه يوم بعد يوم هو اللي بيخلق فرص حتى لو الدنيا قافلة. لكن في نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها: العقل مش بيكبر بس بالمعرفة، بيكبر كمان بالهدوء. لأن الزحمة اللي في دماغنا دلوقتي، الضغط والسوشيال ميديا والمقارنات، كل ده بيستهلك طاقة التفكير وبيخلي العقل يشتغل طول الوقت في الزحمة. وساعتها مهما قريت أو سمعت المعلومة مش هتثبت، ولو هتتحول لوعي. علشان كده الاستثمار في العقل يبدأ من الراحة الذهنية، من إنك تعرف تقف شوية وتنظف المساحة جواك، زي ما بتعمل تنظيف ذاكرة للموبايل علشان يشتغل أحسن. الراحة مش كسل، الراحة وسيلة إن العقل ياخد نفسه ويبدأ يربط بين النقط. ساعتها الأفكار بتطلع نقية، مش مشوشة ولا مليانة خوف. الناس بتفتكر إن الذكاء هو سرعة الرد أو الحفظ، لكن الذكاء الحقيقي هو القدرة على الفهم، والفهم محتاج مساحة فاضية جوه دماغك علشان تشوف الحقيقة على مهل. طيب إزاي أستثمر في عقلي؟ تعالى نبدأ ببساطة. أول حاجة اقرأ، مش أي حاجة، اقرأ اللي يصير فيك التساؤل. الكتب مش بس معلومات، الكتب بيوت للعقول اللي سبقتك، تدخلها كزائر وتخرج منها أوسع. تاني حاجة اسمع اللي مختلفين عنك، مش علشان تغير رأيك لكن علشان توسع رؤيتك.
تالت حاجة، اكتب. لما تكتب أفكارك بتفهم نفسك أكتر. الكتابة بتخلي الفوضى جواك تاخد شكل مفهوم. ورابع حاجة، اتأمل. قعدتك مع نفسك هي أعظم استثمار. ساعتها بس تكتشف إن كل الإجابات اللي بتدور عليها جواك من زمان مستنية تسكت شوية علشان تسمعها. الاستثمار في العقل مش رفاهية، ده واجب اتجاه نفسك، لأن اللي بيمتلك عقل ناضج محدش يقدر يسيطر عليه، ولا الإعلام ولا الخوف ولا الظروف. العقل الناضج حر وبيعرف يعيش بوعي حتى لو الدنيا حوالينه فوضى. في نهاية القعدة دي عايزة أقول جملة واحدة بس يمكن تلخص كل الكلام ده: الفلوس ممكن تخلص، الصحة ممكن تضعف، لكن العقل اللي استثمرت فيه يفضل معاك طول العمر. فخد بالك من دماغك، دي أغلى أصل عندك. ودي كانت حلقة جديدة من قعدة روقان. ما تنساش تشارك الحلقة مع حد شايف إن حياته واقفة ومش عارف يبدأ منين، وقوله ابدأ من هنا، من عقلك. سلام.